العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم المثل بيقول إيه؟ الوحشين بيتهنوا والحلوين بيتمنوا. إيه حكاية المثل ده يا حبايبي؟ حكاية فؤادة شابة جميلة، كل اللي في سنها اتجوزوا ما عدا لسه هي. والناس دايما يقولوا لأم فؤادة هو ما بيجيش لفؤادة عرسان، ده اللي زيها مخلف عيلين 3، دي فؤادة بنت أخلاقها عالية والناس كلها بتحبها، ده أقل منها في الجمال وما عندهمش يعني أدب، نص أدب فؤادة واتجوزوا. والست أم فؤادة زعلانة على فؤادة، والناس يقولوا لها لازم تشوفي لا يكون معمول لها عمل. وأم فؤادة تقول اللي يمشي في السكة دي ما بيرجعش منها وبتبقى دوامة. وكان لفؤادة جدتها ست كبيرة، وهي فؤادة بتحب جدتها وجدتها بتحبها، وفؤادة هي اللي بتخدم جدتها، تقضيها الطلبات وتطبخ لها وتمسح لها وتحميها وتسرحها. ودايما جدتها تدعي لفؤادة وتقول لها نفسي أشوفك عروسة ومتهنية. تقول لها أيوة يا جدتي، ادعيلي إن يرزقني بعريس يستعجب عليه أهل الأرض وأهل السماء، وإن يكون بيحب الناس ويجي يحبني ويحب أهلي ويكون حنين عليا وحنين على أهلي. ستها تطبطب عليها وتحضنها وتقول لها الوحشين بيتهنوا والحلوين بيتمنوا. أما نصيحة خالتي تونا ليكوا يا حبايبي، ما نمشيش ورا كلام الناس وزن الناس ونرمي بناتنا ولا ابننا أي جوازة وخلاص ونتعسهم. اصبروا، بعد الصبر بيجي الجبر يا حبايبي. ما تقولوش دي مثلا دي أصغر منها واتجوزت. يا حبايبي لازم تعرفوا إن الجواز ده رزق من ربنا، زي ما المال رزق، زي ما العيال رزق، زي ما الصحة رزق. احنا ملناش في اختيارات ربنا بيختار لنا احسن اختيارات. ما تستعجليش عشان ترمي بنتك او ابنك، واصبروا وربنا شايل لهم حاجة احسن وهيفرح قلبك وقلبهم. مش دايما كده يعني الغم ماسكنا عشان البنت كبرت شوية ولا الواد كبر شوية. يا حبايبي الصبر حلو وكله بأوانه، محدش هيقدر يعني يقدم ساعة ولا يأخر ساعة في الوقت اللي ربك رايد فيه. واللي هو ربنا بيحبه بيأخره شوية وبيديله أحسن حاجة، الناس تقول صبروا ونالوا. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا حبايبي.